تعرف ليه في ايام بتنجز بسهوله وفي ايام تانية مش قادر تركز 5 دقايق، مع ان المهمه هي وانت هو انت؟ السبب في اوقات كتير مش بيكون الاراده لكن البيئه اللي حواليك، وده موضوع فيديو النهارده. خلينا اديك مثال. لو انت بتعمل رجيم وحاطط حلويات على المكتب وفي المطبخ وفي التلاجة وكل شويه عينك تقع عليها، تفتكر هتقدر تمنع نفسك قد ايه؟ لكن لو شلت الحلويات وحطيت فاكهه مكانها، هتلاقي ان اختيار الاكل الصحي بقى اسهل بكتير، مش لان ارادتك بقت اقوى لكن لانك غيرت البيئه اللي حواليك. ومثال تاني، لو عايز تتمرن وتمشي كل يوم الصبح لكن بتنام متاخر والمنبه جنبك ولبس التمارين لسه في الدولاب، هتبقى محتاج كل يوم تقاوم نفسك. لكن لو نمت بدري وجهزت هدومك من بالليل وحطيت المنبه بعيد عن السرير وحتى اتفقت مع صاحبك ينزل معاك، انت كده مسهل المهم على نفسك. ومثال اخير، لو مكتبك مش مترتب وكل شويه تدور على قلم او كراسه والموبايل جنبك والاشعارات شغاله، انت كده كل حاجه حواليك بتقولك سيب الشغل. لكن لو رتبت مكتبك وقفلت الاشعارات وحطيت الموبايل بعيد عنك، انت كده خليت البيئه تساعدك تركز. لاحظ ان انا ولا مره قلت لك شد حيلك، انا بقول لك غير البيئه وهتلاقي حاجات كتير بقت اسهل. ابدا بحاجه واحده بس، حط الموبايل بعيد او جهز لبس التمرين من بالليل او شيل اي حاجه بتشتتك. خطوه صغيره لكن ممكن تفرق معاك جدا. وطبعا قبل ده كله توكل على الله واساله يعينك. لكن حتى لو ظبطت البيئه وبرضه بدات، ليه ناس كتير بعد فتره بتقف؟ وليه الاستمرار اصعب من البدايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي باذن الله، والرحله لسه في اولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.